ايوه يا جماعه، هي والله هي لفه الجلاش اللي تبقى دايما كده منسيه في الفريزر، تيجي تفتحيها بعد كده تلاقيها متفتفته وخلاص هترميها. احنا بقى مش هنرميها، هنعمل بيها اختراع تحفه بجد. بصوا يعني من الاخر كده هنعيد تدويرها من اول وجديد. انا اسمي مروه، لو اول مره تشوفيني وتتابعيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيهات، ولو عجبك الفيديو شيري مع اصحابك. تعالوا بينا نشوف هنحتاج ايه. هحتاج بيضايه، واحتاج كمان علبه زبادي صغيره اللي هي بتكون 105 جرام، واحتاج كوبايتين من الحليب. تمام كده. هنحط الاول كوبايه من الحليب وننزل بالبيضه بتاعتنا، وكمان علبه الزبادي، والكوبايه التانية. وبعد كده رشه بقى صغيره من الفلفل الاسود والملح، ونضرب كويس جدا الخليط ده ونركنه على جنب. تمام كده. لحد كده تمام، والدنيا سهله وبسيطه جدا. في طاسه بقى هحط معلقتين كبار من الزبده وزيهم من الزيت، وربع كيلو بقى من اللحمه المفرومه. هنفكها بس شويه كده. اول ما تبدأ تدخل في السوا هبتدي انزل ببصلاية مبشورة ناعم، وهقلب كويس جدا. ربع معلقة بقى صغيرة من الملح، وكمان الفلفل الاسود والبهارات، ورشة صغيرة جدا من القرفة. الله على الريحة يا جماعة، خطيرة. فاكرين بقى الفلفل الالوان اللي احنا فرزناه مع بعض؟ هناخد منه كوباية، وده طبعا اختياري تقدري تتنازلي عنه، بس الحقيقة بيعلي الطعم جدا. دي بقى اللفة التعبانة المنسية خالص في الفريزر، هنبتدي نقطعها رفيع بالشكل ده. احنا مش معقول هنرميها، يعني انتوا شايفين الدنيا غالية ازاي. ده بيكون شكلها بعد ما تقطع. نبتدي بقى ان احنا نفتحها من بعض بالشكل ده، بتكون عبارة عن شرايط رفيعة جدا. شايفين؟ تجنن بجد. تمام كده. في اي صينية عندك بقى مدورة او مستطيلة الموجود عندك، هتدهنيها كويس جدا بالزيت، وتاخدي نص مقدار الجلاش اللي احنا عملناه بالشكل ده وهتنزلي بيها. ممتعة جدا على فكرة في الشغل بتاعها، انا كنت حاسة ان انا بلعب اصلا، يعني خطيرة. تمام كده. فاكرين بقى المقدار ان احنا عملناه الخليط السائل؟ هناخد نصه وهنبتدي ان احنا نسقي بيه جلاش بالشكل ده. بعد كده هننزل باللحمه المعصجه اللي ريحتها مش قادره اقول لكم عامله ازاي، تجنن بجد. وربع كيلو كفايه جدا على فكره. وشويه كمان من الموتزاريلا، ودي طبعا اختياريه تقدري تتنازلي عنها. المرحله الاخيره بقى نكمل اللعب او الشغل بتاعنا، ونحط باقي الجلاش بتاعنا بالشكل ده. هنسويه ونظبطه كويس جدا، وننزل بقى باقي الخليط بتاعنا هنسقي بيه بالشكل ده. الفرن طبعا متسخن على درجة حرارة 200، مش اقل من 5 دقايق، وبعد كده ندخل الصينية التحفة دي. بصوا يعني انا مهما وصفت لكم الريحة بجد قلبت البيت، خطيرة، حلوة جدا وسهلة وبسيطة. وبصوا يعني حاجة كنا هنرميها اصلا عملنا بيها صينية تحفة. حلوة قوي في عزومات رمضان، وحلوة قوي في فطار رمضان مع يعني قطعتين بانيه، يعني وجبة حلوة قوي مع شوية سلطة، بجد خطيرة. سهلة وبسيطة، وقعدنا تدويرها من اول وجديد. فعلا حكاية، جربوها وبإذن الله هتعجبكم قوي. شايفين الطعامة؟ مقرمشة جدا من بره وطرية جدا من جوه، فعلا تجنن. وشكلها مختلف عن الجلاش اللي احنا متعودين عليه. شايفين؟ بجد حكاية. لو الفيديو عجبك ياريت ما تنسيش لايك وشير، عشان ان شاء الله يوصلك كل اشعارات بوصفاتي الجديدة. اشوفك في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.